هلا والله شباب، معاكم أحمد، واليوم أنا أسعد إنسان في هالدنيا. ليش؟ لأني خطيت أول خطوة اتجاه سيارة أحلامي، واللي يتابعني من زمان يعرف أن واحدة من سيارات أحلامي البي ام دبليو الجي 8 ام 3. واليوم أنا قمة في السعادة لأني خطيت أول بي ام دبليو في حياتي، واللي هي الاي 46 330 اي. وهذه ما مجرد اي سيارة، بالنسبة لي هذه عشق الطفولة من ايام لعبة نيد فور سبيد موست وانتد، وانا متأكد انه كثير من المتابعين يعرفوا هذه اللعبة ويعرفوا انه الاي 46 كانت السيارة البطلة فيها. فمن انا وصغير كنت اشوف فيديوهات عن الاي 46 وكنت احب اتأمل تفاصيل هذه السيارة وجمالها. كنت دائما اقول لنفسي لازم في يوم من الايام اخذ لي اي 46، والحمد لله جا اليوم. ففي هذا الفيديو راح اتكلم عن ثلاث اشياء. اولا، ليش خذيت هذه البي ام دبليو بالذات بعيدا عن كل الاي 46 اللي توفر في السوق. وثانيا راح اقول لكم ايش خطتي معها. واخيرا، ما يحلى انك تاخذ سيارة جديدة وما تاخذ المتابعين كذا في لفة سريعة. فبنروح لتجربة قيادة وبنقرب الجير العادي لأول مرة ونشوف السيارة بشكل عام. فبسم الله، وراح اقول لكم ليش خذيت هذه البي ام دبليو بالذات بعيدا عن كل الاي 46 اللي في السوق. وبكل سهولة انها كانت توافق الشروط اللي ادور عليهم. والشروط هن كانت كالآتي. اولا، كنت دائما اقول لنفسي ما باخذ اي 46 اقل من 330. واللي يعرف هذا الموديل كانت 330 هي اعلى فئة يقع عليها اكبر محرك اللي هو 3.0 لتر او ما يسمى بالام 54 بي 30. فكان هذا اكبر محرك واكثر محرك يولد قوة يكون تحت الام 3. الام 3 طبعا 3.2 لتر يولد 320 حصان، هذه تولد 225 حصان كذا تقريبا. وثاني شرط كان انها تكون جير عادي، وهذه اول سيارة في حياتي اخذها جير عادي. فمن ناحية المتعة شيء ابدا ما يتقارن مع الجير اوتوماتيك. وش ذا؟ حبيب صراحة. واخر شرط كان يخص حجم السيارة. اللي يعرف الاي 46 تتوفر بحجم بابين او الكوبي، والحجم الثاني 4 بيبان. فكنت دائما اقول لنفسي اذا باخذ سيارة 4 بيبان باخذ الفيس ليفت اللي هو من بعد التجديد، يعني 2002 الى 2005. واذا باخذ البابين باخذ قبل التجديد، يعني من عام 1999 الى تقريبا نص 2002. لانه من وجهة نظري السيارة لما تكون بابين مع البري فيس ليفت، يعني الليتات كذا نازلات على تحت، بحط لكم الحين فرق بين الفيس ليفت والبري فيس ليفت. فممكنكم تشوفوا لما تكون السيارة بابين والليتات نازلات على تحت، يعني الشكل الأقدم تكون أكثر يعني شبيهة للأم 3. أما إذا كانت سيارة 4 بيبان أشوف أن هذه الليتات أحلى بكثير عن أن تكون سيارة 4 بيبان والليتات قبل التجديد عليها. فهذه كاملة متكاملة الحين في نظري. الشيء الثاني اللي بعيد كان عن الشروط اللي هو النظافة. نظافة السيارة، يعني هذه أنظف سيارة شفتها ما شاء الله. من ناحية السيارات اللي في السوق تقريبا شفت 5 سيارات ولا واحدة يعني حتى تجيب 20% من هذه. ومن غير النظافة ما شاء الله صاحبها اللي قبل واجد محافظ عليها. والشيء اللي يعني طمني انه ما عنده بس بي ام دبليو واحدة، ما شاء الله عنده 3 بي ام دبليو. عنده هذه 330، وعنده كذلك الام 4 2017، وعنده 330 2021. فصاحب السيارة عارف في البي ام وعارف كيف يتعامل معاها ويعرف كيف صيانتها. فما شاء الله ما شاء الله، يعني السيارة بحالة الوكالة من كل النواحي. حتى من ناحية التعديل ما في أي شيء ممسوس في السيارة، من ناحية اكزوزات ولا مثلا انتيك ولا أي شيء، كل شيء وكالة ما عدا الجير مغير. هي الأصل اوتوماتيك ولكن تم تحويلها لجير عادي لأنه الجير اوتوماتيك فيها اخترب. وما شاء الله صاحب السيارة اللي قبل الله يعطيك كل الخير، ولكن كان صريح معاي تماما، صريح في كل شيء.
يعني قال لي انه هو المالك الوحيد للسيارة وجايبينها سنة 2014. سيارة وارد اليابان، وصحيح كلامه. قال لي انه لما جايبينها كانت ماشية 30,000. فجيت انا وتعبت نفسي، فتحت كتالوجات الوكالة ادور عن الهيستوري او الماضي مال السيرفيس. فدورت وصحيح حصلت انه اخر سيرفيس مسويه في وكالة في اليابان كانت السيارة ماشية 37,600، ومن بعدها خلاص الاوراق فاضية. كذلك السيارة ما حصلتها معروضة في اي مكان للبيع هنا في عمان، حصلتها واقفة في يوم من الايام انا وراجع من الجامعة، وقلت خلني اكلم الرجال واشوف اذا يريد يبيعها. فصار بيننا حوار كذا بسيط واخذنا ارقام بعض، وبعدها بيوم رحنا نشوفها انا واخوي الكبير. فشفنا السيارة واخذناها في تجربة قيادة، جلسنا نتمعن فيها ونشوف بعض التفاصيل اللي يحتاج لها تبديل او يحتاج لها تصليح، ولكن ابشركم كانت القائمة جدا جدا قصيرة. في النهاية اذكر سألت اخوي قلت له ها ايش رايك في السيارة؟ قال لي شوف احمد، اذا ما بتشتريها انت انا بشتريها. وهنا عرفت ان هذه هي السيارة الصح. ننتقل الحين للنقطة الثانية واللي هي ايش خطتي مع هذه السيارة. طبعا راح اشتغل عليها وراح اعدل فيها من ناحية الشكل، من ناحية القوة، وحتى من الداخل، وراح ابذل قصارى جهدي عشان اوصلها الى السيارة اللي كنت اطمح فيها من انا وصغير. وراح اسوي هذا الشيء عن طريق تنزيل حلقات كل يوم الاربعاء راح انزل حلقة اشتغل على السيارة فيها. فلا تنسوني بالسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات ها، ولا تنسوا التحدي اللي هو نوصل 10,000 سبسكرايبر قبل نهاية هذه السنة وانتم قدها. ولا تنسوا تضيفوني على الانستغرام، راح احط لكم حسابي هنا في الشاشة، وحتى راح احط رابط في صندوق الوصف. ضيفوني لانه شيء جدا جدا مهم. احط احيانا اسئلة واحط بعض الاستفسارات على الستوري، فبتنفعوني كثير. وما ننسى لوجو القناة عشان تكون السيارة رسميا ننزل عليها حلقات كل اسبوع. بسم الله شباب، خلونا نبدي تجربة القيادة. من ناحية الجير العادي انا كنت قبل اسوق الموستانج، زين موستانج 2015. هذا الجير بمليون مرة اسهل، ولكن في ملاحظة واحدة اللي هو الجير الخامس يعني يلحق في الديكور. بتشوفوه الحين اما نطلع على الشارع ونسرع، بخليه على الجير الخامس وبتشوفوا كيف. لكن ما شاء الله من ناحية جيرات، من ناحية انه الجير يمسك ويعني ويدخل بسرعة اوكي ممتاز. الحين جير ثالث، رابع، وسموث بعد تبديله يعني سلس. شوفوا الخامس، شوفوا كيف يلحق في الديكور اللي هنا على جنب، ولكن عادي ما واجد، لكن احيانا مؤذي يعني لما اذا تستخدم واجد الخامس مؤذي. بس بشكل عام ما شاء الله السيارة هادية يعني ما على عمرها. الحين هي عمرها 19 سنة تقريبا. ما شاء الله كل الربلات ممتازة، العزل ممتاز اجمل بكثير مما انا كنت متوقع. يعني عارف ان الالماني ما شاء الله العزل فيه ممتاز، ولكن ما توقعت لهذه الدرجة. السيارة موديل 2004 وعزلها بواجد احلى عن سيارات 2015 20 حتى 2023 من موديلات ثانية، او يعني من وكالات ثانية ما راح اذكر، ولكن معظمه ياباني يعني اللي اقصده. هذا ما لقيك يشوف. استغفر. اللي لاحظته شوية السيارة لما تقومها من الصفر ما فيها ذاك العزم يعني ذاك الزود، لانه في البي ام دبليو في نظام اسمه اللي هو الفانوس، نفس نظام الفيتك اللي في الهوندا. بعد 3000 ار بي ام او 3000 دوران محرك يعني يفتح عندك هذا النظام وتحس بدفع السيارة وقوتها. لكن على الار بي ام تحت يعني تحت الواحد ما واجد السيارة فيها عزم، ولكن عادي تتأقلم مع الوضع والأمور طيبة. 80 100 110 120 الرابع اوكي خلاص 130 وصل.
المحاذرات من بدايتها لنهايتها، فخلونا ما نتهور عن نبلع مخالفة نتورط بها بعدين. وبس والله يا شباب، كذا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. لا تنسوني باللايك والسبسكرايب اهم شيء وتفعلوا جرس التنبيهات عشان كل فيديو جديد ينزل عن السيارة تكونوا اول ناس تشوفوه. وراح اعدل فيها شوية شوية، وكل ما زاد السبسكرايبرز كل ما اقدر اعدل في السيارة اكثر واكثر ان شاء الله. فشكرا لمتابعتكم، وملتقين في الفيديو القادم. في امان الله.